احنا بقينا في زمن الناس للأسف بتهتم إن هي تعرف برجك قبل ما تعرف اسمك. اللي يشوفك يومين كده يقول لك أنت برج الجوزاء، أنت أكيد هتتخانق النهاردة. وتلاقي واحدة قبل ما تتجوز مش بتسأل على دين ولا على خلق ولا على أي شيء، بتسأل الأول أنت برجك إيه وهيمشي معايا ولا لأ. وناس تانية قاعدة مستنية الفنجان والوضع والطاقات والتارو علشان يطمنوهم على مستقبلهم، ومستقبل أو علم غيب مفيش بشر على وجه الأرض يقدر يعرفه. السؤال بقى احنا ازاي وصلنا للمرحله دي؟ يعني انا الفتره الاخيره بلاقي كميه مقدمين محتوى بتوع الطاقات وكوتش الطاقات والتارو وقراءه الابراج وعلم الابراج وقراءه الفنجان والامور دي، والاقي كميه اهتمام ومتابعه وناس مغيبه بتكتب امور غريبه في الكومنتات، زي اكتب رقم مش عارف 639 واشبك طاقتك معايا وكلام زي كده وكلام عجيب غريب، وناس بتتفاعل وناس فعلا بتعمل ده. يقول لك انت مش هيوصلك الكلام ده ومش هيحصل معاك الا لما تشبك طاقتك، فتعمل فولو او تعمل كومنت او تعمل شير لاول 5 من اصحابك، كلام غريب. ومش ده الاغرب ان الناس تعمل كده، يعني الاغرب ان في ناس بتتفاعل مع ده، وناس المفروض انها تكون عاقله او تكون متعلمه او متدينه. فانا مش فاهم احنا فعلا ازاي وصلنا للمرحله دي. وعايزين نتكلم بقى في الفيديو ده، ومعلش ارجوك كملوا للاخر وشيروا على قد ما تقدر مع اصدقائك او معارفك او ناس عشان تنقذ اللي باقي مننا في الزمن اللي احنا بنعيشه ده. هنتكلم عن شويه حقائق وشويه امور عشان تنور عقلك شويه وبالحجج والدلائل. اول حقيقه مهمه جدا ان الغيب ده بايد ربنا سبحانه وتعالى وحده، بايد ربنا بس. لازم تبقى عارف كده. ربنا سبحانه وتعالى قال بوضوح شديد في سوره النمل الايه 65: قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله. واضحه وصريحه، مش محتاجه تفسير ولا محتاجه يعني ما حدش ولا منجم ولا برج ولا علم ابراج ولا قارئ فنجان ولا كوتش طاقه ولا قارئ كف ولا الكلام ده كله يعرف بكره في ايه، ولا يعرف ايه اللي هيحصل معاك، ولا يعرف اي شيء، ولا يعرف ايه طاقتك ولا ايه علاقتك باللي حواليك ولا الكلام ده. ولو حد قال لك انه بيعرف او بيعرف الغيب ويقدر يعمل لك حاجات كتير، اعرف ان ده سحر، ده كذاب وده نصاب وده جاهل، وانت بتفتح على نفسك باب من الشر. شر الطاقات فعلا مش حاجه كويسه. الابراج دي يا جماعه مش دين. الابراج ده مجرد كلام عام وفانتازيا عامه، مش حاجه فعلا موجوده. اللي يكتب انت هتقابل حب جديد او هتقابل حد جديد، ده الكلام ده عام، ده يمشي مع نص الكره الارضيه عادي جدا. واللي يكتب انت هتخسر حاجه او هتخسر ماديات او هتكسب ماديات او الكلام ده، ده برضه نفس الفكره ينفع يحصل مع اي حد ويحصل من مواقف بسيطه. فالكلام مطاط قوي وعايب ومتعلق قوي بالحظ، ومش علم ومش دين ومش وحي. يعني ده سحر، ده كذب، ده حاجه غريبه ان انت تصدقها. القران وضح مصير التعلق بغير الله.